الساعة دلوقتي 11. أنا لازم أخلص ده وأنام على طول، بس لازم أكسب. أيوة كده. خلاص ده آخر واحد كده، آخر واحد وأقفل وأنام. عاش صح. يا ابن كان المفروض أكسب هنا. كان الجون دي والله معرفش إيه اللي حصل. إزاي؟ إيه ده إزاي عدى 4 ساعات كده بسرعة؟ إزاي الساعة دلوقتي 3؟ أنا كنت لسه بقول هقفل وأنام. أنا إيه اللي قعدني كل ده؟ خلاص أنا لازم أكسب ده وأقفل على طول. هكسب ده وهنام. ده جيم مهم جدا لازم ألعبه وهكسبه. أنا متأكد إن أنا هنام بعده على طول. لا، ده مش مشهد من فيلم، ده مجرد لقطة بس من حياة ملايين الشباب دلوقتي مع اللعبة اللي بدأت كمتعة مع الشباب والأطفال. ودي حاجة أنت بتعملها كل يوم، حاجة بتاكل في دماغك كده وبتاكل في عقلك كده واحدة واحدة من غير ما تاخد بالك. اللعبة اللي خلت الأطفال والشباب بقوا جيمنج أديكشن. ايه جينج ادكشن دي؟ انت بتقول ايه يا عم انت؟ هموت ولا ايه؟ الفيديو ده انا جاي اقول لك ايه اللي بيحصل بالظبط، واقول لك ليه كمان الالعاب دي خطر كبير جدا على الاطفال وعلى الشباب، وازاي انك تقدر تخرج وتقدر تنقذ نفسك وتنقذ حياتك. بص يا صديقي، انا مش ضد انك تلعب والله، بس ضد حاجه تانية، وهي انك تخلي اللعبه دي تسرق منك صحتك، تسرق منك حياتك، تسرق منك وقتك، تركيزك، تسرق منك حتى علاقتك بربنا وعلاقتك باللي حواليك. ما هو اصل المشكله برضو مش في انك بتلعب، المشكله فعلا في انك مش عارف تبطل ده، عمال تلعب جيم ورا التاني وتضيع ساعه ورا التانيه. وده بالظبط هو تعريف الادمان، وهو انك من كتر ما انت متعلق بالحاجه، من كتر ما انت بتحب الحاجه اللي انت بتعملها دي، انت مش عارف تبطلها. حاولت كتير بس ما عرفتش، ده بالظبط اللي اسمه الادمان. فانت خلاص وصل بيك الحال انك مش قادر تتحكم في نفسك، مش قادر كده انك توقف لعبه، او مش قادر كده انك توقف لعبه وتتحكم كده في نفسك وتتحكم في حياتك. تعال نبص بوضوح اكتر اللعبه دي ممكن تعمل فيك ايه فعلا من غير ما انت تاخد بالك. طبعا اول حاجه بتعملها وهي طبعا انها بتسرق وقتك وبتسرق منك ساعات اليوم كله، كمان بتعزلك عن الناس وبتعزلك عن الاقرب اللي حواليك، وكمان قادره ان هي تشتت تركيزك كده وتشتت انتباهك وتركيزك كده في حياتك. كمان بتخليك طول الوقت كده عصبي ومتوتر، وانك خلاص مش مضطرب كده ومش قادر انك تكون مستقر. وفي حاجه كمان هي خطر جدا، وبعض الناس اعتقد ان هي في ناس كتيره كمان ممكن تكون وصلت للمرحله دي او الحاجه دي، وهي انهم ممكن يكونوا بيربطوا سعاده يومهم او سعادتهم او حالتهم المزاجيه يعني بفوزهم او خسارتهم بالجيم. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة الا بالله. وهقول لك دلوقتي على حالتين لطفلين ماتوا بسبب ادمانهم للعبه ببجي. اول واحد وهو طفل عنده 11 سنه من الشرقيه من قريه كفر ابراج. واللي حصل بطبيعه الحال ان قصته كانت دايما شايفاه انه مدمن على اللعبه وبيلعبها كتير، فمنعت عنه التليفون ومنعت عنه اللعبه خالص. فهو بدأ انه يبقى متوتر كده ومتضايق ودايما على طول على خلافات معاهم وما بيسمعش الكلام. ولقوه مره واحده شانق نفسه. ايوه، طفل 11 سنه انتحر بسبب لعبه ببجي. الحاله الثانيه وهي طفل عنده 12 سنه من بورسعيد. واللي حصل ان الطفل ده كان طول الوقت كده قاعد في الاوضه بتاعته ما بيعملش اي حاجه، مقضي تقريبا طول اليوم وما بينامش وما بيعملش اي حاجه غير انه بيلعب. وفجاه كده مره واحده اهله دخلوا عليه الاوضه ولقوه متمدد كده على السرير وما بيتكلمش وما بيتحركش، والتليفون جنبه مفتوح على اللعبه، وكمان هو خلاص مات فجاه. وكان تشخيص طبي لوفاته هو توقف عضله القلب، وكمان ارتفاع ضغط الدم بنسبه كبيره جدا نتيجه السمنه والجلوس الطويل. وبعد الحالتين دول الازهر اصدرت فتوى بتحذير من الالعاب دي ومن ادمانها. فانت لو فاكر بقى يعني ان انت كل الوقت اللي بتضيعه ده وانت بتلعب كده ده مش هيتحاسب عليه، ده مش هيتسأل عليه يعني، لا والله انت ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه وهيحاسبك على عمرك كله اللي ضيعته في حياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن عمره فيما افناه. يعني لما تضيع عمرك كله كده جوه اللعبه دي هتقول لربنا ايه؟ هتقول له انك كنت MVP يعني ولا ايه؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟
بص، اللعبه قادره ان هي تحولك لبطل كده، لمجرد انك تكسب كده او تلعب حلو وتجيب اجوان مثلا كتير او تجيب كيلات مثلا كتير، قادر ان هي تحسسك كده باحساس كاذب ان انت قوي وان انت ناجح بقى وان انت عملت انجاز كبير. ولكن في الحقيقه انت ما عملتش اي حاجه، انت قاعد زي ما انت، مفيش اي انجاز حقيقي حصل. بص، الالعاب دلوقتي بقت متطوره بشكل وبطريقه فعلا كبيره جدا، قادره ان هي تخليك كده انك دايما حاسس ان انت عايز تلعب، انت مش قادر تقف وان انت لازم تدمنها غصب عنك. ونيجي هنا لاهم سؤال في الفيديو ده، وهو ازاي انا لو مثلا مدمن في لعبه معينه عايز اني اقلل الوقت فيها او عايز اني ابطلها خالص اصلا. بص، اول حاجه لازم تعملها وهي ان انت مثلا لو بتلعب اللعبه دي في اليوم 7 أو 8 ساعات كده، مضيع الساعات دي كلها في اللعبه دي بس، حاول انك تخليهم مثلا 4 ساعات بس، 3 ساعات بس، يا عم 5 ساعات بس. اهم حاجه انك تقلل الوقت. ممكن تجرب تعمل حاجه تانية، وهي ان انت تمسح اللعبه لمده اسبوع بس. جرب يا اخي، يعني انت هتبقى خسران ايه؟ جرب كده وان شاء الله هتقدر انك تبطل ادمانها. وحاول بقى انك تشوف حاجه مفيده، حاجه حقيقيه فعلا تفيدك في حياتك انك تعملها، زي القراءه مثلا، او انك تتمرن، يا عم روح جيم او شوف لك اي رياضه تانية انت بتحبها وانزل اتمرن فيها. كمان تقدر انك تدور على شغل بقى لو انت خلاص بقى عندك وقت كبير جدا فاضي، تقدر انك تشتغل وتملى الوقت ده. ولو حسيت ان الموضوع فعلا صعب جدا معاك، حاول انك تقرب كده من الناس وتشوف الناس اللي هي بتشتغل على نفسها واللي هي بتطور من نفسها، وحاول تخلي المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا مثلا هو عبارة عن الناس اللي بتفكر بشكل ايجابي والناس اللي هي عايزة تشتغل على نفسها فعلا. وحاول تفكر كده بطريقة صح وتربط اهدافك في الحياة، تربط اهدافك بالدنيا دي مش في حاجة زي في مجرد لعبة، لا، في حاجة حقيقية فعلا تقدر انك تشتغل على نفسك فيها وتتطور وتكبر. وشارك بقى الموضوع ده او المشكله دي مع اصحابك مثلا او مع حد قريبك كده يكون قريب منك، وتحكي له عن المشكله اللي عندك دي، يمكن انتوا الاثنين تشدوا بعض كده وتساعدوا بعض يعني. عمرك وحياتك مش لعبه، عمرك وحياتك دي تيجي مره واحده بس، ومفيش جيم تاني ليها اصلا. فحافظ عليها واستغل حياتك فعلا بشكل صح وبشكل ايجابي. بس كده، انا عبد الرحمن احمد، اشوفك فيديوهات تانيه كتير. سلام.